رمضان هو بوابة انفتاح شامل، ويفضي إلى الحرية إلى جميع المعتقلين. الحرية طبعا هي حق من حقوق المواطنين، ولا ينبغي احتجاز المواطن بسبب مطالباته بحقوقه الاجتماعية والسياسية. المعتقلون في البحرين كانت لهم مطالب معروفة من أجل تغيير سياسي اجتماعي. هذا طبعا التغيير يحفظ للجميع حقوقهم ويحقق التنمية في البلد، بما يعود طبعا النفع فيها على الجميع. بدلا من الاستماع إلى المطالب وتفعيل أدوات الحوار من أجل الخروج بحلول ناجعة للوطن، تم التعامل مع هذه المطالب بالشدة. وهذا أدى طبعا إلى إدخال العديد من المواطنين في السجن. تحولت البلاد على إثرها إلى اضطرابات هي في غنى عنها. اليوم بعد 15 سنة من بداية الأزمة من 2011 إلى الآن نحن في 2026، البحرين ما زالت تعاني من تفاقم كبير، سواء على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. الدين العام، تغليب الحل الأمني أصبح يتفاقم. نحن بحاجة الآن إلى استغلال مثل هذا الشهر الفضيل وفتح حوار وطني يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسعي للتغلب على الأزمات جميعها، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو مالية. نعتقد بأن شهر رمضان هو فرصة لإعادة النظر في السياسات المتبعة وتغيير نمطها بما يفضي إلى تقارب وطني، بدلا من هذه الهوة الآن التي تجعل من السجون مفتوحة بشكل مضطرد لكل من ينادي بالإصلاح. نعم.